على بعد خطوات فقط من العاصمة تقبع أنصاف أحياء مقدسية عزلها الجدار خلفه قبل 10 أعوام ليمسي قاطنوها فجأة أصحاب الحظ الأسوأ. ضمت بيوتهم للضفة وباتوا يحصدون أعلى نسب الحرمان والمعاناة، عدا عن ضياع وجهة حقوقهم بين تنصل إسرائيل والعجز الإجباري للسلطة الفلسطينية. فبين شمال القدس وجنوبها التف جدار الضم والتوسع العنصري عام 2002 ليرسم حدوداً وهمية وغير مستقرة للمدينة ويترك 10 أحياء مقدسية وراءه. تعهدت إسرائيل آنذاك بإبقائها ضمن حدود القدس الموحدة، وتلتزم بلديتها والوزارات بالحفاظ على حقوق مقدسيها وتسيير حياتهم، لكنها تركتها اليوم كمجرد عشوائيات مهمشة ومحرومة من أي خدمات سوى تلك الممنوحة والمقطرة من السلطة الفلسطينية. بلدية القدس وإسرائيل هي ملزمة باتجاه تلك المناطق، وخصوصا أن هناك قوانين عدة أصدرتها الكنيست بضم تلك المناطق وتخضع للإرادة والإدارة والقضاء والقانون الإسرائيلي. طالما إسرائيل رضيت عن نفسها بإدخال تلك المناطق إلى صلاحياتها فهي ملزم بطبيعة الحال بتقديم الخدمات، بغض النظر إذا كان هؤلاء السكان يدفعون ضرائب أو لا يدفعون ضرائب. ورغم التزام حملة الهويات المقدسية في هذه الأحياء بدفع الضرائب لبلدية الاحتلال ومطالبتهم بالمقابل تقديمها الخدمات الأساسية فقط، يحرم هؤلاء من خدمات المياه والكهرباء وإزالة النفايات، إضافة لافتقارها المراكز الطبية والمدارس ووبوئها بالفوضى والجرائم لخلوها من أي سيطرة أمنية كبلدات الشياح والعزرية والرام. احنا ما بنعرفش، احنا تابعين لا السلطة الفلسطينية أو لإسرائيل، فالضرائب بندفعها، ما بناخدش أي امتيازات من إسرائيل، لا زبالة لا مية لا تليفونات ولا شيء. قبالنا ضفة، احنا المناطق قدس ومرقمات من إسرائيل، طبعا فيش فيها مراكز، كل اللي بدنا نروح نتعالج فيها على المراكز اللي في القدس. المية بتنقطع عنا أسبوعيا، مرة في الأسبوع بيجيبوا لنا إياها. وفي وقت تعلن فيه إسرائيل نيتها التخلص من عبء بعض الأحياء كسميرميس وعناتة وكفر عقب، إضافة إلى نيتها سحب الهويات الزرقاء من زهاء 120 ألف مقدسي، يؤكد الحقوقيون عدم شرعية تنازلها أو تسليم بعضها للإدارة العسكرية، نظراً لارتباط القرار بقانونين أساسيين يفرض أحدها موافقة 81 عضواً من الكنيست لتعديل الحدود والتخلي عنها. لبرنامج القدس، ياسمين أسعد، قناة الغد، القدس المحتلة.